السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شهوات حليمة بوحمان. مرحبا بكم معايا في القناة. نتمنى تكونوا بخير وبأحسن الأحوال يا ربي، ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم بالصحة وعافية. كيف كتشوفوا اليوم إن شاء الله غادي نحضروا مع بعضنا بريوش، يعني بهذا الشكل كيجي زوين، يعني نغيروا من البريوش العادي ديالنا. طريقته سهلة وبسيطة جدا وكيجي خفيف بزاف، وصدقوني كيجي رطب وزوين ما تشبعوش منه. يعني الطريقه سهله بزاف، وحتى المقادير يعني راه موجودين في كل بيت. هكا نعملوه يعني كالفطور هكا في الصباح، ولا حتى اللمجه هكا نعملوهم. كيجي زوين، صدقوني وخفيف. وبلا ما نطول عليكم، نمشيو للمقادير وطريقه التحضير. بسم الله. بالنسبه للمقادير، هنا عندي 400 غرام ديال الدقيق فورس، عندي ساشي ديال لافاني، عندي بيضه واحده، عندي ملعقه ديال الخميره الفوريه حبيبات ولا المعجونه، عندي كاس الحليب، عندي 50 غرام ديال الزبده، عندي 2 معالق ديال السكر، وكذلك عندي قشور الحامض. غادي ناخذ اناء، غادي نوضعوا طبعا الحليب، وغادي نضيفوا الخميره كذلك السكر، وغادي نطربوه، يعني نحاولوا ان ديك الخميره يعني ندوبوها مع السكر والحليب. صافي هنا غادي نضيف بيضه واحده، وطبعا غادي نطربو غير بالفوي، كذلك لافاني، وهنا غادي ندير قشور الحامض. يعني قشور الحامض كيعطي واحد النكهه زوينه لهاد البريوش، يعني كيهرس حتى ديك الريحه ديال البيض. انا صدقوني كيعجبني هاد يعني البريوش، كيعجبني في يعني فيه هاد القشور ديال الحامض، كيعطي واحد النكهه زوينه. هنا ضفت قليل يعني غير قبصه من الملح، وهنا غادي نبدا نضيف الدقيق يعني على حسب الخليط. هنا درت عندي هنايا 400 غرام، يعني جاتني هي هذيك على حسب يعني النوعيه ديال الدقيق، يعني يقدر يهز لكم حتى ل 450 ديال يعني غرام ديال الدقيق. صافي غنحاول انني يعني نوضع كاع الدقيق اللي عندي كيف كتشوفوا، وانا كنجمع. يعني واخا تشوفوا كيتلصق ما تخافوش، راه حقاش حنا غرضنا بالبريوش بغيناه يكون خفيف. صافي نحاول انني غير نجمع داك الدقيق اللي عندي بقى. صافي نحاول انني نجمعها باش غادي ندلكها واحد شويه، ضروري ما ندلكها حيت غادي نوضع فيها الزبده. صافي هنا ضفت الزبده خاصها تكون بحراره المطبخ، يعني ما تكونش قاصحه باش تدخل لينا دغيا مع الزبده. صافي نحاول انني ندخلها العجين بهذا الشكل. صافي انا غادي ناخذ العجين ديالي، غادي نحاول انني ندلكها كيف قلت. غادي نتاكد بان الزبده كلها دخلات في العجين. يعني واخا تشوفوها هكا كتبقى تلصق، راه ما تخافوش، راه نتوما كتدلكوا وهي في نفس الوقت راه كتجمع راسها. نتوما غادي تشوفوا كيفاش. يعني هنا ما قطعتش الفيديو رغم انني يعني كندير ليه التسريع غير باش ما يعني الفيديو ما يطولش عليكم. كيف كتشوفوا صافي هنا كتجمع. صافي غنوضعها يعني في شي اناء، وغادي نغطي عليها نخليها حتى يعني تضاعف الحجم ديالها. خليها تقريبا، دابا راه الحال سخون، يعني نص ساعه باش خليتها باش خمرات. صافي هنا بعد ما ضاعف الحجم ديالها غادي نوضعها ثاني هكا فوق سطح العمل باش غادي نطلقها هكا. يعني ما غنديرش الدلاك حتى من بعد، يعني غادي نديرها على شكل يعني مستطيل. المهم غنقادها غير بيديا باش من بعد غادي تشوفوا راه غادي ندير منها اشرطه. صافي نحاول انني نسرحها، والعجين ما يكونش، يكون متوسط، يعني ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش تاني غليظ.
صافي نحاول انني نسرحها شويه ونقادها باش يجيو يعني الشرائط مقادين. صافي هنا غادي ناخذ غير هذا ديال البيتزا وغادي ندير الشرائط يكونوا متساويين هكا هذا الشكل. صافي غادي ندير اشرطه، من بعد غادي ناخذ الاشرطه ديالي، غادي نوضع كيف كتشوفوا كناخذ اثنين وكنضغط من الفوق وكنبقى نلوي. يعني طريقه سهله فيهاش بزاف العناء، ومنها يعني كنغيروا شكل البريوش اللي كنعتمدينه. صافي كنسدو هذوك يعني دوك القنيتات وكنحاول انني ندير على هذا الشكل، ندير بحال رقم 8. صافي هنا واخا تشوفوها هكا كبيره راه يعني كتخمر وكتجمع. من بعد نحاول انني نعاود معكم وحده غير باش يكون يعني واضح والطريقه تكون واضحه. صافي كنلوي وكنضغط، نحاول انني نلوي العجين، يعني حاولوا ما تجبدوهاش. صافي وكنضغط على هذاك القنص وكندير على شكل 8، وضروري ما نضغط الوسط هكا. يعني راه الطريقه امامكم واضحه. يعني كنضغط يعني من الفوق وكنحاول انني نعاود نجمعهم وكنهز هكا باش ندير على شكل 8 هكا. يعني هنا عن نوضع يعني نعمل لكم يعني ما غنسرعش لكم الفيديو، يعني غنخليه عادي باش تبان لكم الطريقه مزيان. اللي عجباتو هاد الطريقه يديرها في البريوش راه كيجي زوين. المهم كنغيروا كيف سبق لي ذكرت يعني البريوش اللي كنعملو. صافي كيف كتشوفوا هنا راه سهله باش ديروا هاد الشكل. صافي ونضغطوا من الوسط، وهنا وضعتهم يعني كاع هاد يعني هاد الوحدات ديال البريوش وضعتهم في اللاطا ديال الفرن وغطيتهم بالفيلم اليمونتا وغادي نخليهم يخمروا حتى كيتضاعف الحجم ديالهم. هنا كيف كتشوفوا بعد ما ضاعف الحجم ديالهم غادي نملأ دوك الفراغات بالكريم باتيسير. الكريم باتيسير انا دائما يعني كنعملو عندي في القناه في الوصفات، يعني الطريقه ديالي المعتمده اللي كنعملها، يعني ما كنشريش انا جاهز، كنعملو في المنزل. داكشي علاش يعني كيجيني ساهل وفي الوقت كيجيني بنين. صافي هنا كنوضع في هذوك الفراغات الكريمه ديالي. الا بغيت ديروا يعني البريوش صغر من هذا تقدروا ديروه، يعني هو الشكل ديال هذا كيكون مزيان. يعني راه ما يتنفخوش مازال بزاف. صافي غادي ندهنهم باصفر بيضاء، عملت معها قليل من قطرات من الحليب ويعني وقطرات من الخل. صافي الفرن انا شعلاه على درجه الحراره 160. غادي ندخل هذا البريوش ديالي كيطيب من التحت ومن الفوق كيتحمر، ومن بعد غادي نخرجوا وغادي تشوفوا النتيجه ديال البريوش. هنا بعد ما خرجته من الفرن غادي نعمل ليه غير من الفوق ندردر عليه السكر كلاصي باش كيعطيه يعني واحد كيجي زوين بالمنظر ديال السكر كلاصي. كيجي على هذا الشكل. بامكانكم تضاعفوا الكميه الا بغيتوا يعني ديروا اكثر من هاد القدر اللي درت انا كندير غير الجهد اللي غادي ناكل هكا في نهار ولا في يومين. صافي غادي نوضعهم في طبق التقديم. كيف كتشوفوا كيجي الشكل ديالهم زوين، ويعني وغير كنبدلو كيف سبق لي ذكرت الشكل ديال لي بريوش اللي كنعملو.
يعني هذه طريقه زوينه ومحشي بالكريم باتيسير كيجي لذيذ وخفيف. نتمنى تجربوه. يعني الطريقه ديالو كيف شفتوا في الفيديو راه سهله، وحتى المقادير راه بساط موجودين في اي بيت. يعني تقدروا تنوضوا تديروهم حتى من دابا. يعني كيوجدوا دغيا ما كي يعني ما كي يديوش الوقت بزاف. كتحضروهم هكا غير للمجال العشيه، ولا حتى الا جا عندكم شي حد تعملوا ولا في الصباح هكا تفطروا بهم، راه كيبقاو زوينين. يعني واخا كيباتوا خاصكم غير ديرهم في البلاستيك الغذائي يعني تحطوهم على جنب، ولا بغيتوهم راه كتسخنوهم في الفرن باش يجوكم بحال يلاه مصوبين. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، والى عجبكم كيف دائما اعملوا لي لايك وما تبخلوش عليا. والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.